محمد يلا عشان جاهزين للتصوير. ايه ده 3 كراسي؟ ايه ده؟ ايوه عامله لك مفاجاه. مفاجأة؟ ما كفاية مفاجآت. ايه ده؟ انا بحب اعمل لك مفاجآت. مفاجآت 1 2 انا وانتي 1 2 دول 3 كراسي 1 2 3. ايه ده؟ في ايه؟ في مفاجاه. ايه المفاجأة؟ انا معاكم. ايه ده؟ سارة انت خلفتي من ورايا؟ مساء الفل وحلقه جديده من تقييمات الاكل. ساره فهمي، محمد حسين راشد، ولاول مره سلمى فهمي. ولا يسأل مين سلمى فهمي لو مش باين من الاسم. بعمل تحية بس للناس. لو مش باين من الاسم فاختي. نقول اولا انت اول مرة تشوفني الناحية دي. ايوه بس عشان تناسق الالوان. بالظبط. ده اولا. ده تناسق الالوان. ده تناسق الالوان. ازرق بينك اسود، اسود بينك ازرق. ولاجل خاطر سلمى مشرفانا منورانا ولا اول مرة كنت اللي هي فظيعة ديت اللي هي ايوه سخنه موحوحه. ايوه فيها وشطشطة. يا ساتر يا رب عشان بواسير بلاش شطشطة. ايوه سلمى هتاكلي معانا وحلقه لقمة حلوة. مفاجاه. هناكل لقمه حلو. يا سلام، ده انا هاكل كل حاجه. كل حاجة حلوة على هناكلها. هناكله اقوى كبده وسجق في مصر. في واحد ما جاش. في أيوة. واحد لسه في ما جاش. واحد لسه ما جاش. في واحد متخاذل. متخاذل الحقيقة. ساعة ونص والله الاوردر ما جاش. والله اكتر والله ده داخل في ساعة وساعتين الا ساعتين كمان. إلا ده كتير فعلا. قوي. نقول بقى مين معانا؟ قولنا بقى الأطعمة الحلوة دي. سي جوني، رغيف فينو، عم رزق، يوكل. سلمى تقول لنا الأسعار بقى لأن هي اللي ماسكة النهاردة الحسابات كلها. ايوه سيجوني. السجق 44، الكبده 44 اللي زيه برضه. رغيف فينو، كبده 33. أيوة. والسجق 33. لا ده الحمد لله. موحدين. الحمد لله. كويس. موحد 44 33. ايوه شغال. عم رزق. أيوة. الكبده ب 40. عم تمام. رزق الكبدة عنده بكام؟ 40. السجق 45. عم رزق يعني غالي قوي. نخليها قوي أيوة. رزق. ناخد بقى يوكل في الاخر. الكبده 38 وربع. وربع. الربع ده ما بقاش فيه ربع جنيه اصلا. بس عشان هم كانوا والسجق؟ عاملين ديسكاونت تقريبا. السجق برضه 38 وربع. ايه ده تمام. بجد والله العظيم. اه يا جماعه ساره كانت عايزه تجيب من محل مش هقول اسمه السجق كان ب 16 جنيه فقلت أيوة. لها هنعمل هذا المطعم قدام اي مستشفى بالظبط عشان كده. نعيش. يلا بينا عشان ندوق بقى لقمه حلوه بقى. ان حاجه أيوة نبدا بقى. بيها بقى عشان انا هموت من الجوع. عشان بس احنا نسينا نقول للناس اهم حاجه. أيوة. انا ما باكلش كبده انتش. ودي مفاجاه تانية في الحلقه. احنا جايبين رغيفين كبده و3 رغيفه سجق. رغيفين كبده. هنا سجق هنا بس. السجق تبعك. سلمى انت النهارده اللي اختار لنا نبدا بايه؟ احنا هنبدا برغيف فينو. رغيف فين؟ ودي بقى يلا. ودي بقى. يلا. انت عايزين ندي سقفتين بقى 1 2. وهنبدا بالكبده معروفه. نبدا بالكبده معروفه. رغيف فينو. رغيف فينو هو محل جديد بصراحه. العيش شكله يجنن. بصوا بقى بص العيش شكله اللي هو اللي على قديمه ده. بص الفينو عامل ازاي. شكل الكبده بقى. هي دي اهم حاجه اعتقد صح. اتفضل بقى شكل الكبده بقى والريحه. ايه ريحه مش عايزه اقول لكم. البيت اتفضل. ريحته كلها كبده. انا بكبده فجاه. انا زي احنا البيبي. احنا هندوق كبده. يعني انا مش هدوق كبده. لا. انا هتفرج بقى عليك. هتتفرج. يا ريت ندوق الكبده بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الرحمن الرحيم. دوقوا بقى وقولوا رايكم يعني. يلا. يلا بسم الله. قولوا رايكم بقى. حلوه الكبده. ندوق السجق بقى. خلاص حلو كده. ايه ده؟ حلوه. ايه يا سارة؟ فظيعة. بجد تجرب انا عمري ما اكلت كبده. تجرب. انا خايف ادوق. هاخد قطمه صغيره. قطمه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. جميله. الرياكشن طلع على وشه. بس انا كده عرفت طعمها فممكن اقيم. تقيم معانا. ماشي. بصوا يا جماعه الكبده التحبيشه بتاعتها حلوه. ده حقيقي. بس هاديه صح. هاديه قوي. ومش مش سبايسي. حراقه. الليمون زياده سنه فيها. طب ما ده كويس صح. بيقولوا كده. لا حلوه. انت ايه الاخبار؟ انا كان نفسي الكبده تعلى شويه عن الفلفل. يعني لو نقلل الفلفل ونطلع بالكبده بقول لي زيادة. صراحه كان هتجيب بتاعه 18 جنيه كنت هتاكله فلفل بس. نفس المحل ده بيبيع الرغيف ب 10. أيوة. يعني كان معناه ان الكبده بالتوصيل ب 8 جنيه. بص هو الاسعار الجديده انا ماليش فيها. كان من العربيه كان بيبقى 2 ونص وكنا بنقلب.
انت يعني لو متخيل في الطبيعي ده يعني برضه المخ برضه احنا قلنا الكلام ده في حلقه قبل كده. ده رغيف سجق مثلا في حجم الطبيعي اهو في دماغي انا في السب كونشس ايوه ده ب 6 جنيه مش ب 40 جنيه خالص. طيب ويفرق كمان فينو بلدي. الفينو البلدي صح. التقييمات في الاخر هقيم معاكم ماشي صفر. كل الكبده صفر. انا حر بقى ما الناس هتبقى عارفه ليه. اكسب اللي انا عايزه. الناس هتبقى عارفه ليه. ممكن ندوس سجق. اتفضل. ممكن بقى كلنا هندوس سجق. انه كلنا شكرا الحمد لله. كلنا هندوس كلنا سجق. هندوق السجق. والله طيبه اخدت اقل واحد فيه سمسم بس اخدت اكتر واحد فيه حشو في نفس الوقت. بس على فكره عشان نبقى واضحين بس بالنسبه لرغيف السجق مفروم. الساندوتش بصوا يا عندك جماعة، مفروم انا مش أهو. عارف. ده انا قطع السجق اهي جوه عادي. ده يعتبر انا مفروم اكتر. انا كمان يا سلمى لا مفروم عندي انا حاسه ان سلمى واخده السلطه اللي في يعني فاهم انت اللي هو طب ما أنا ايه كل بواقي كده أهو، وانت برضه كده أهو. شفتوا بقى. مفروم اكتر بس انا بحب اي سجق يعني انا دايق. عمو رغيف سجق كفته بقى. مش حقاني. صوابع بقى دواير انا باكل كل حاجه. عمو طيب رغيف يلا. فينو انا زعلت منك. معلش. لا 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 يلا ليه؟ لا لا ندوق الاول ده طيب ما يمكن يعجبك. رغيف ب 6 جنيه بس. لا ده هو غريب شويه يا جماعه انا حسيت ان في حاجه من الخضار ملسوعه. بس حلوه. في حاجه اتحرقت في الخلطه الاساسيه طغت على الطعم بتاع السجق. ممكن اقول حاجه اصل اول واحد ده بيبقى الواحد جعان بصراحه. ممكن اخد قطمه كمان. لا ما انا هكمله كده كده هو مش كل مره نعمل ملوخيه هشربها. لا بس هو اول واحد بقى بيبقى جعان بصراحه ده عيبه بقى. ايوه يعني شوفي الاخراني ده المفروض اجمد واحد فيهم اللي لسه ما جاش ده الباشا. انا حاسه ان السلطه او الخضار في الساندوتش كتير يعني الطماطم والفلفل والبصل كتير قوي. ادفعوا بقى وريه الناس. السجق قليل ماشي طبعا. بس طعمه مش باين. سعره دليل على كده يعني. ليه ده مش رخيص. ماشي بس مش غالي. بالنسبه للاسعار التانية الفرق 2 جنيه 2 جنيه ونص. ما هو الاسعار كلها تقريبا قريبه من بعض. بالظبط بالظبط هم كل اللي احنا قلنا عليهم 44 و40 و38 وربع يعني. بس بصراحه العيش عنده حلو واهم وعلى حاجه فكره ده ممكن يكون يعتبر للناس غالي اصلا. الناس هتقول لك سندوتش كبده وسجق ب 40 جنيه يعني ايه. لا مش كله في حاجه 30 وكان في صراحه هتجيب من محل مش هقول اسمه تاني بس ب 15 جنيه باين مش فاكر حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعني انا الكبده بالنسبه للمحل ده الكبده تمام. الكبده احسن. انا كمان الكبده احسن. انا جاي معاكم سيف. بس حلو يعني. لا السجق ما عجبنيش. ما عجبكيش؟ لا خليهولي بقى ده عشان انا اتعشى بيه. سقفتين. ماشي. ندخل على اللي بعده. يوكل. ايوه بقى قال لك لقمة. الانتخه حلوه مفيش كلام. أيوة. انا عجبني الجمله ده دي. ستيكر طب ما توريه للناس. هو كلام كتير بس يعني ده الهنت بتاع الكلام بعد كده بقيه الجمله. بس الاكل ده وصل لك عن طريق احد شركائنا من شركات التوصيل ولا يقارن باللي طالع سخن وطازه في الفرع. كلامه صح كلامه منطقي بصراحه. عايز تجرب يوكل بجد يبقى تيجي تستلم الطلب بتاعك. هو بيقول لنا كلام أيوة، من المشكلة في من تحت لتحت. يعني هو مفهوم محدش عامل باكينج حلو. ايوه لسه هقول والله. اصول الاكل بقى ومخللات وحركات بقى عشان حلو. بيحاول يوصل لنا الاكل سخن. ماشي يا اسطى ماشي ماشي معاك علبه جوه علبه جوه علبه جوه. ايوه المهم في الاخر يطلع ايه. شوف بقى ايه حاجات تفتح النفس يعني. ليموني. العين تاكل قبل البطن. الليمون عشان يعني نتجنب اي حاجه بعد الاكل. لا بس هو الليمون ده عشان الليمون الكبده يا عشان ولاد. يتحط على الكبده ده طبيعي. صح ولا ايوه غلط؟ طبعا على الكبده طبعا انا ازاي عارف الحاجات دي وانتم مش عارفينها يا ابني مع الكبده ما احنا قلنا. يا جدعان هتجيبوا لي القلب. الله وريني المخلل ده كده. وايه وجايبين لك جزر كتير عشان انت بتحبه. انا بحب الجزر قوي. وانا بحب الجزر واللفته. جزر تلاقي لفت ممكن تلاقي خيار اخد جزره تلاقي. بقى اخد جزره. انا هاخد لفته عادي حاجات. جدا. لا بس ده حلو ده على فكره طعمه نضيف. ايوه دوقي واحده كده. بس اللفت بتاعه غريب. لا حلو طري حلو قوي. جميل طري قوي يا جماعه. اصلا انا مش عارفه اللون الاصفر ده وحاطين مثلا كركم فيه او حاجه وطري. حاجة انا قوي. اول مره اكل لفت طري قوي كده. بس مش طري هو- لدرجه ان الناس تقرف يعني. ايوه بالظبط. انا لازم لا، افتكر ان هو طري يعني. تاخد فكره. لما تاكلوا انتوا الاول. ده مش الساندوتش المعتاد ده صغير جدا بس هو بس هو يوكل ده حجم يوكل كده سندوتشاته، صح؟ بالظبط. بسم الله. ايوه حاطط فيه مستردة تقريبا ولا هو السجق بس اللي عليه مستردة يعني المكونات ايه شممني كده ممكن انا اشم معاك. اوكي
يعني كبده وفلفل بس، كبده وفلفل. مش جايب اي حاجه جانبيه، مش جايب طحينه، مش جايب الكبده السلايس بتاعتها كده رفيعه. صح ايوه كده صح. وجدير بالذكر ان الكبده الحمد لله اكتر من الفلفل. ده جميل بالنسبه لي. ده برافو غريب عليك. جدا مقارنه برغيف فينو ده. الكبده رفيعه هشه مش بتعض. طب التتبيله هادية. بتاعتها حلوه حلو. هاديه، مش من النوع اللي هي تاكلها وتحس ان انت جالك حموضه بعدها. الناس دلوقتي زمانها بتطلب كبده معانا واحنا أيوة طبعا. مين طلب كبده يا شباب؟ بس انا لازم اكلها بالفلفل ده. لا في حته من غير فلفل الناحيه التانية. ايوه الرياكشن طعمها بالنسبه لك مش وحش. دي طعمها كبده. أيوة. امال الفلفل كان ايه؟ لا ايه كبده المفاجاه برضه دي؟ كبده بس التتبيله هي كبدة برضه. التتبيله مختلفه. دي ما دي كانش كبده. بجد يعني حسيت انها حاجه تانية. يعني فريده ما تقلقناش ما عندها تقلقناش بقى. لقطه فريده وشممها ودوقها، نونوت واكلت، نونوت وعيطت، بكت، يبقى نونوت ومالت على جنبي يبقى خلاص. هو الساندوتش حلو يا جماعه. ده طعمه حلو ده. الكبده حلو بس العيش مسكر قوي على الكبده، مسكر قوي على اكله شعبيه. يعني ايه احلى يا سلمى؟ طيب انا بالنسبه لي العيش بتاعنا بتاع الفرن العادي، علشان زي اللي فات بالظبط عشان خاطر حاجه واحده بس. يعني انا دايما بفضل في كبده وسجق حاجه اورينتال، عيش بلدي، عيش فينو بتاعنا بتاع زمان. انا اي عيش اي حاجه انا هاكلها. احنا دايسين في اي حاجه. اي دقيق ابيض معاك. طبعا دي معروفه. ده ندوق بقى السجق. يلا لأن بينا. احنا بنتكلم كتير قوي. اتفضل. ايوه شويه مستردة على السجق، يعني خلي بالك يحط مستردة على السجق ده فنان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يلا يا سلمى هندوق. انت دوقتي؟ ده جريلد. انت انا دوقتي؟ دقت اهم حاجه لقيتها جوه دلوقتي. ايه ده؟ البصل مكرمل زياده جدا. بصل. الحمد لله اني ما دقتش. كويس اني فتحت ساندوتش وقلت لك. في بصل يا ساره؟ ممكن نشيل البصل. انا بالنسبه لي مش باكل. ما عنديش. انا عندي بصل وشبه محروق. واو. هو ليه قرعتي هو النهارده؟ طعمه حلو بالنسبه لك جدا، بس انا بالنسبه لي ده مش سجق اسكندراني. مش سجق اورينتال. ده بالنسبه لي جريل واتحروق. جريل متحروق تحفه. مش وحش بالنسبه لك خير. اتفضل. حد عايز مخلل تاني؟ ايوه ده هيبقى معانا لغايه اخر الحلقه. اتفضل. ده ملذ جدا جدا. يلا سقفتين وعلى اللي بعده. يلا بينا. سيجوني. ايوه يا عم سيجوني بقى. غلاف جوه غلاف جوه غلاف. ده الكبده اعتقد. لا هو مش معلم على حاجه، هو كاتب هو كاتب بس هو كاتب موجود على- الحاجات بس مش معلم على حاجه. فاحنا تقريبا هنفتح كل الحاجات عشان نعرف فين الكبده وفين السجق. احنا ممكن نساعدك. بالظبط كده. ده كبده. ده كبده حلو قوي. ده عيشه كبدة. مميز. بيعمل حاجه اسمها دونر كباب. تجنن. انا العيش يا جماعه باين ان هو بتاع سيجوني نفسه. ده السجق كبدة. المفروم. ده سجق ماشي. اوكي وانت ايه الكبدة. جاي الكبده؟ لك كمان شويه يا كبدة. حبيبي. لا ايه ده الكبده. جايب معاه ايه زياده بقى؟ طحينه بقى. جايب طحينه بقى. اصول الاكله. والله تصدق ما حدش فكر يجيب طحينه دلوقتي. طيب بقى ليه ما حدش جاب طحينه يا اولاد؟ هو جايب 5 على قد السندوتشين. والله ذوق. احنا هندوق اهو انتوا دلوقتي. تاكلوا الطحينه بالكبده الطحينه طبعاً. بالكبده. الكبده بالطحينه صح؟ هو نفس المزاج. هو مش ناس تحط ليمون على الكبده؟ يعني مش كله. مش دايما. ماشي. انا عن سموا نفسي الله. انا عن نفسي ما بحبهاش بحط عليها ليمون. بصوا الحشوه يا جماعه، الحشوه مليانه في الساندوتش. الحشوة حلوة. يلا بسم الله. ايوه الليمون زياده. الليمون زياده. عشان كده مش جايب ليمون. الكبده بتعض شويه. كبده بتعض. مش قوي. ماشي. انا دقت الاثنين كبده لاول مره في حياتي، فممكن ابقى عارف الفرق. دوقيني كده بسم الله. الليمون زياده شويه بس حلو. بالنسبه لك ايه؟ دي احلى واحده فيهم. يا سلام. انا رايي بقى ايوه مجرد. عشان انت اصلا مالكش في الكبده فانت. انا اكلت كبده مرتين ثلاثه في حياتي، بس هي بالنسبه لي حاجه وحشه جدا استغفر الله العظيم ما صوتش، فمش هقدر اعمل حلقه كبده يعني. بس ممكن ادوق قطمه. ده احلى واحد في الثلاثه. يا سلام والله. بس انا بالنسبه لي ليمون كتير حاسه برضو طعم الكبده مختفي شويه، يعني بالليمون الكتير ده طعم الكبده اختفى. انت ايه رايك يا سلمى؟ الليمون كتير بس مش بالنسبه لي اوفر. انا مش حاسس قوي في ناس بتحب مزازه. بتحب المزازه سنه مع الكبده. انا عجبني بس انا حسيت انه زياده في الزيت شويه يعني. زيته؟ يعني الزيت باين حتى في مزيت في سيكا. مزيت شويه. هو سيجوني مزيت.
بجد والله انا جبت من عنده مره مكرونه بالسجق، ايوه خلصت الطبق. زيت بقى. لا هو لونه اورنج، أيوة. الطبق ابيض المفروض لونه اورنج، فهو مليان زيت. هو زيت، بس على فكره ده اللي مدي الطعم. الفات دي اللي بتدي الطعم بصراحه. انا هفصل بلفتة. افصلي بلفته، صح، برافو عليكي. بعد الليمون افصلي بلفته، بعد الكبده والليمون لفته. هو ده الفصلان المظبوط ما شاء الله. سجق بقى. انا حاسس ان انا عارف السجق بتاعه لان انا اكلته قبل كده، اكلته على مكرونه، فانا هجربه كده في عيش. الساندوتش بقى يبقى ايه؟ ما اكلتش من عنده أيوة. بتاعي ساندوتش قبل كده الاسبوع. اتفضل. ايه اللي مش حشوته مليانه. ما هي حشوته مليانه بصراحه. بس السجق بتاعه لون بصوا. التونه، مش عارفه اشرحها لكم ازاي. بصوا عشان العيش هيتبهدل. وبرده بصوا يا جماعه كميه الزيت عامله ازاي. لون السندوتش تونه، مش سجق سيجوني. ازاي يعني؟ ده لون رغيف تونه. ده مفروم. ما هو ده سجق مفروم. هو بصراحه مش باينين من بعض. نشم بقى كده الاول، نشمشم. واضح ان والله ريحته سجق مزيت عادي حلو وجميل. بصوا برده الحشوه عامله ازاي يا جماعه. تونه كتير. تونه. سم يلا الله. بسم الله. بسم الله. سبحان الله. ايه بقى؟ الحقيقه اذواق. ايوه. يوكل احلى واحد فيهم لغايه دلوقتي. المفروم ده انا بصراحه ما بحبش السجق المفروم قوي. والله بحب. ما انا بحبه بحسوش. اكتر. انا بحب المفروم اكتر. لا انا بحب السجق تبقى هي يعني حلوه سجق. كده. ايوه. لكن المفروم ده بحس ان انا باكل لحمه مفرومه، يعني فاهم؟ يعني ما بحسوش حاجة مش وحشة يعني. لا بس ما بحسش ان انا باكل سجق. انا بدات اتوغوش. دي حاجه أيوة. عضتني. بدات اتوغوش على الطعم في مصر. احنا ممكن بقى في دي بالذات أيوة. هنكسر بلاد. وحش قوي. لدرجه ان انت خلصته. انا جعان. يعني بناكل جوع بس دلوقتي. انا شايفه ندخل على اللي بعده. ايه السيجوني؟ انا برضو سيجوني جربت من عنده حاجات تانية كان وحش ولا ما حلو؟ كانش اللي هو برضو. ولهذا ادونا سقفتين. عم رزق. اهلا بيك يا عم رزق. واحنا لا ندري شيء، كلنا بنتعرف عليه. لسه نتعرف على عم رزق كلنا. عايزين ندوق بقى عم رزق، نشوف اخباره لا ايه. بصوا الباكينج، تحس بقى ايه ايام زمان. ايوه الجورنال المصري. بس اقول لكم على حاجه، هو واخد ريتنج عالي جدا على الطلبات. معمول عنده بلس 1000 طلب وده كتير، واخد 4.8 من 5 وده كتير جدا. فهو اكيد مش راشي الناس دي كلها، اكيد حاجه هتطلع حلوه. كبده ريحتها يا سلمى. ريحه الكبده لطيفه. مش لاقيه الكبده حلوه. طلعتي كل حاجه. ايوه اهو ده رغيف الكبده والسجق اللي احنا متعودين عليه. رغيف صغنن بس الحمد لله حشوه مش صغيره برضو. مش قليله. مش قليله. ريحه الكبده باينه قوي لغايه عندي هنا. ايوه ده حقيقي. وده عيش من الفرن صح؟ ده عيش من الفرن. ده عيش عادي. هو ده اصل الكبده والسجق اللي هو بالظبط. باكينج يا رزق. غريب قوي يا رزق بصراحه يعني. الباكينج اللي جوه مدهش يعني. من جوه اغرب. بص، مدهش أيوة، فعلا. مدهش فعلا. دعدع، محل دعدع وماركه دعدع. يلا مش ندوق. جاي معاها حاجه صح؟ لا خالص. لا ده هو كويس انه جه. كويس انه جه. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش الاول اخباره ايه؟ شكله كويس العيش للدرجه دي. 4.8 من 5. حلو قوي بجد. يعني ده ظبط. الوحيد اللي ظبط الميكس. كبده حلوه وعيش حلو. محتاج طحينه بقى. في بقى حته زياده من جوه، في بقدونس. في بقدونس. ده أيوة. عمل حركه. عايزه أيوة. طحينه معايا طحينه. بس دي طحينه سيجوني على رغيف عم رزق على كبده القطه فريده. ايوه. حط يا باشا طحينه وطحن براحتك. طحن يا على الانسيابيه في الطحينه يا ساتر. زود شوفي حتة هنا اختك لو معاك. نفسها في طحينه. حته بس كده. ايوه دايما ايوه تشوفي اختك دي حبيبتي. دايما تشوفي اختك الصغيره تشوفي عايزه ايه الاول قبل ما انت تخلصي الحاجه. ما يصحش كده. انا هكلم مامتك اقول لها حاجه. يا طن اهدى. ما عزموش على بعض يا طن. ده بيتهيألي ده اول رغيف ممكن احب اخلصه كله بصراحة. يا صح؟ سلام. الكبده جميله قوي. بالطحينه بقى. انا هدوق. اتفضل بالطحينه ايه بقى؟ بالطحينه احلى. ستي وانت بتقولي لي انا هدوق مطرحك. احنا متجوزنا يا ساره. معلش. انت مش قادره تسيبيه. معلش. ايه انت في حاجه هنا مش عايزين ادوقها صح؟ لا هو دوق. هي حسنت ان هي عايزه تديك الكبده كلها من جوه. انت بالنسبه لك محمد عكسنا. الحاجه اللي المفروض ان هي تمام هو مش عاجبه. ده كله كبده. ما هو حلو الكبده. ايه؟ ما السندوتش هيبقى ايه هو طيب؟ الكبده اساسه ايه؟
ده كله كبده. يعني ايه كله كبده؟ ايه الجمله؟ فين خلاص فين الجمله؟ لا خلاص مش عايز. عايزين لفت بقى عشان نكسر. الاكله دي ما تنفعش يا جماعه من غير مخلل. انا مش عارفه ازاي المحلات مش بعد مخللات. هو حد واحد اللي بعت اللي هو هو رغيف. يوكل ولا رغيف؟ يوكل. والله محترمين. شويه لفت يجنن يعني كده على مزاجك. لا والخيار حلو. ايوه جميل يا جماعه. لا جميل حلو الدرجه دي. يعني عايزه اخلصه كله. الف انا. هو في حاجه زياده برضو انا مش عارفاها. ايه هي؟ يعني لونها مصفر كده انا مش عارفه ده ايه. لا ده هتلاقيها لا، ده مطرح القعده بس على قعدة ما صورنا يعني. لا خالص. لا مش مطرح القعده. ده في حاجه مطرح نبات عندنا أيوة. يعني لا مطرح مبيت معانا في المطبخ. لا انا قصدي مطرح ما على ما بدانا التصوير وبتاع ممكن يكون ده الفاتس بتاعت الاكل. هي الدهون العاديه يا استاذ. الدهون العاديه ونزلت في الساندوتش. لان خلي بالك احنا الاكل ما جاش من ايد الراجل على بقنا. ما تعمليش فيها امينه الشربايه. مش مقتنع عمالين تقولوا كلام. السجق يا ناس انا ما اكلتش. يلا بينا. السجق بقى ايه التحميص ده؟ عماله تعملي الكبده ده زي القطه ماشي معاكي. انا بص بقى الكبده بص للدهون انا جعان بقى. انا جوعتك الكبده. يا ست بقى السجق. الواحد بيفصل بلف وبيعشق الكبده وبيتجنن على الليمون وانا عمال ماشي زي القطه معاها. هات يا ماما احساس بالناس من الناس الجعانه الشقيانه. شقيانه بيه انا اللي عماله احط الحاجات واطلع الحاجات واقدم الحلقه. انت بتشقيان في ايه؟ بتاكل بس بتطعم بس. بالنسبه للريحه الريحه ايه يا سلمى؟ الريحة في حاجه مختلفة. غريبه. ها بصوا يا جماعه من جوه كده ايه ده؟ هو سندوتش يا جماعة. دعدع. دعدع ايه؟ ده سندوتش عربيه. انت دعدع؟ ده سندوتش طب عربيه. ده ايه؟ وريني يا جماعه ايه ده؟ انا مش شايف. وريني. مفيش اي حاجه. ايه نسي يحط لها سجق. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انا دعدع ايوه شويه. انا مره اتضحك عليا وجابوا لي سلطه بس. رغيف قدام المرة نيتك دي عشان قعدتي تعملي نيتي جوزك في ايه؟ كده. أنا؟ معامله حرام عليك، القطه اللي في حرام البيت. عليك، حرام جايب لها عليك. دراي فود وبيلعبوها. بص بالنيه 700 سجق عند سلمى في بالنيه ودي بقى من بالنيه. اختك دلوقتي عادي. انا اللي سموا اتظلمت. الله، سموا انا اللي الله. اتظلمت في التصوير ده. سمي الله سمي الله بسم وكل الله. بيمينك. في حاجه غريبه. وحش قوي. ده ني ده رزق ولا ايه؟ طعم طماطم غريب. ايه يا اسطى اللي انت جايبه ده؟ ايه اللي انت بعته ده يا رزق؟ لا وحش قوي. ايه يا رزق؟ وصلصه معمول زي صلصه المكرونه. ايوه لا صلصه من العلبه. برافو يعني عليك يا علبه سلمى. صلصه. ده صلصة صلصه مكرونه. مكرونة. كأنها سجق مطلعه من علبه مكرونه حطه في الرغيف بعته لنا. ايه يا رزق؟ وحش قوي. ايه يا رزق؟ صفر يا لا رزق. لا صفر. لا التقييمات في الاخر. صفر بقى كده. دلوقتي. كده فاضل اخر واحد. ندخل على اخر واحد اللي كان متاخر علينا ساعتين ده جه في نص التصوير. ده عمرها ما حصلت لنا. والناس مش هتصدق هو مين. بس نتمنى ان كل تاخيره وفيها خير. يلا اللي بقى رمي. سقفتين ادوني سقفتين يلا سقفتين. بينا. واخيرا عز المنوفي. الباشا البيه. انا لازم اسقف الاسم. ده بس استني يا سلمى. ده بصي الباكنج جايب بتاعت لانشون. ايه عز ايه اللي جراه جايب لنا كيس نايلون يا عز. كيس نايلون ابيض. ايه ده؟ وكاتب علبه أيوة. مخلل في الاكل. فين المخلل؟ انا هنستني المخلل اهو. يمكن لما نفتح نلاقيه جوه ما نظلموش. ايه ده؟ احنا ما طلبناش 3 كبده. ايه ده الاوردر طالب احنا طالبين 2 كبده جه 3. ربنا يستر ما يكونش جايب 2 سجق بقى. ايوه يكون خلف. كومبليمو على التاخير. ايوه تمام. بدل علبه هو عارف انه ايوه متأخر. بس حط لك مثلا 1 سجق زياده وراح واخد لك المخلل خالص. فاهم انت؟ يا سلام يا عليه. سلام. يا سلام. يبقى تقدير. بس ربنا يستر والتقدير يطلع مظبوط. حالا اهو هنتفاجئ كلنا حاجه. كبده برضه بعد 3 و3. 3 سجق. ده عجيب. انا طالب 3 سجق 2 بس يا كبدة. جماعه على فكره هو السجق مختلف اصلا بقى. هو بعت اللي عنده. بعت 3 اصناف سجق. بعت تركي ومفروم وعادي. بالظبط. بعت على مزاجه. متشكرين يا عز. والله انا حاسه انا ممكن هو الاوردر ده بتاعنا يا عز. طب يا جماعه هو عيش رفيع سمسم. حلو شكله حلو العيش. حشوه دعدع. حشوه دعدع. حشوه دعدع على أيوة. الاخر. لا، اتفضلي. بسم الله. هو مش حاطط فلفل. حاطط لا هو بقدونس. حاطط فلفل بس الفلفل اهو. لا يا الله. رفض. دعدع تجرب تدوق. لا ده للقطه فايده باب الالف هنا عليها. ما تاكل حاجه كويسه بقى في ما انت اليوم. هتدوق في الاخر. ما انت دقت كل هدوق الكبده. أصلاً من بس هو عندك. البقدونس هو ماشي. اللي اكتر. بس شكل العيش حلو بصراحه. هو شكل العيش حلو سموا الله بس بقى. الحشوه دعدع. الحشوه ديت سمي ايوه الله. بسم الله.
هيحرجنا ولا ايه؟ ايه البصه دي يا جماعه؟ في ايه؟ هيحرجنا بذوقه. بأدب وكرم ودماسة خلقه. ايه في ايه؟ كبده حلوه، كبده حلوه مشطشطه. ايوه اصول الكبده بقى، اصول الكبده. دي كل اللي ضربتيه كده بقى دي اصول الكبده. سنه شط. ما هو ده الطبيعي صح؟ دوق بقى. ما هو مش موجود بقى في اللي فات. بسم الله الرحمن الرحيم. ده احلى كبده فيهم. وسلمى قالت حاجه صح، كل تاخيره فيها خير، فطلعت هي احلى كبده، طلعت كبدته حلوة احلى فعلا. كبده. والحمد لله ان جم 3 مش 2. اه ده معناه انكم تتخانقوا على ده يا طنط. يا طنط هيتخانقوا على السندوتش. لا احنا هنقطع بالنص. انت بتحب السجق ما تيجوا بقى المفروم؟ نعمل حاجه بقى. انا اي سجق انا دايس. انتوا مهم تاكلوا ايه من دول؟ في تركي، احنا لازم ندوق التالت. في تركي مدخن وفي سجق عادي. طيب احنا كده كل ساندوتش هنقسم. كل ساندوتش 3. ايوه ماشي يلا بينا. عشان لما نعرفوش ناخد عنه فكره. الله ينور. امسكي كده. الله اتفضل. ينور. ده الاول ده ايه؟ ده ده المفروض. ده شكله المفروم. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. واو مثلا عجبني ما عجبش اختك بقى. ما عجبهاش العجب. السبايسي بتاعه حلو قوي. السبايسي حلو صح؟ طب ما تورينا التركي كده اخباره شوف بيقول بقى ايه التركي. معانا. اللي هو الشرايح ده يا شباب. ده ندوق؟ بقدونس. يلا. عليه بقدونس بس. بسم الله الرحمن لو في الرحيم. سبايسي برضه. سبايسي طبعا. ده هوت دوج مش سجق. ده هوت دوج معمول بخلطه سجق. ده هوت دوج. ده مش احسن حاجه. لا. مش احسن حاجه يا عز. مش احسن. هوت دوج اصلا احنا طالبين سجق. مش احسن حاجه يا عز. احنا طالبينه شارق. كده فاضل السجق الشرقي بقى اللي هو ده عيش ابيض وجميل. لو ده اللي جنبينا في جامعه الدول فهو جنبه فرن فظيع. انا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طعمه سمك. وحش قوي. سلمى انت تمام؟ سلمى منبهره بيه. انا حبيته عز. وحش قوي. ايه ده؟ وحش قوي. ده بس انا كنت باكل حاجه زي دي زمان جنب المدرسه. كانوا بيقولوا لنا هوت دوج فراخ. طلع سجق من عند عز. وحش قوي. قالوا لنا زمان ان ده هوت دوج فراخ. ده اللي صفر، ده صفر. احنا فعلا من قلبي. طب احنا كنا طالبينه شرقي بس كان جالنا شرقي بس وخلاص. الكبده بتاعته حلوه صح؟ كبده لا الكبده تحفه. طب يلا ناخد بقى بق عشان نذهب الى مرحله التقييمات. ندخل. يلا بينا. بسم الله. الفقره المحببه الينا. سقفتين وتعالى. فقره التقييمات. كل حاجه نطفت. الدنيا بقت نضيفه عن نضيف. مسحنا كل حاجه. وهنا نذهب للتقييمات. ايه ده؟ صوته بيغلظ كده، غليظ في التقييمات. اول حاجه الاوفر بقى. اول حاجه كلناها رغيف فينو. رغيف فينو قايمه كبده. لو دقت معاكم قطمه من كل حاجه فاقول ده من طبقا لجهلي بالكبده. اوكي. يلا رغيف فينو تقييم ساندوتش الكبده 1 2 3 5. ايه ده؟ انا زيكم. ايه ده؟ يعني انا بفهم في الكبده. 5 6. السجق بتاع رغيف فينو 1 2 3 5. هو افريج في الاثنين بالظبط. لا انا 3 بالنسبه لي عشان انا لقيت ان في حروقه في الاكل. ده ما عجبنيش في الخلطه لان الطعم باين. بس ده حظك انت. احنا ما كانش عندنا. لا انت متعايره. لا والله. امشي. انا اخد بعض اروح لامي اكل هناك اكل مش محروق. ايوه اوفرول يعني المحل ده بيتكلم في رينج 4 من 10 وهو سعره مقبول. ونذهب هنا لحاجه كاتيجوري تاني خالص. يوكا نقيم الكبده بتاعته الاول. اوكي 1 2 3 7. ايه ده؟ انت بتغش مني. لا والله. انت بتغش مني. لا والله العظيم غشيت. ايه ده؟ احنا كلنا متفقين في 3 سبعات هنا. انت قلتي 7 برضه. برضه من جهلي بالكبده انا شايف ده 7 من 10. ايوه بس انا عجبني. هو الساندوتش دعدع. 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 العيله كلها بتقول دعدع. لا العيله الناس نضرب كلها الجرس احنا دعدع. الناس كلها بتغش كلامي. مش هينفع. مش هينفع بقى. مش هينفع بقى. ساره وانت الدحيح. ايوه. ما تقوريش بقى. انا دحيح يعني عيله راشد. هو نفس البيت. دحيح عيله راشد. طيب هنا نذهب للسجق بقى. 1 2 3 9. 4. احلى سجق عجبني. ايه ده؟ انت مالك؟ ايه؟ انت حجر على راجل. بالبصل؟ عجبني جدا. بالبصل. عجبني موت. خليكوا شاهدين. وعادي بالبصل. بصل ومكرمل ومحروق. حته بصل اشيلها يبقى لذيذ. المحل الثالث هو كان اغرب حاجه بالنسبه لي الحقيقه. يعني سيجوني ملك الزيت كبده بتاعت سيجوني 1 2 3 8. لا اقسم بالله انا لا 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 اختك كل مره تسلم عليكي ما بتسلميش عليها. لا
لا بس والله حلو، لا كويس. لا، أنا انا عجبني قلت لك ده كده. احلى واحد انت عجبني. بتضحك على الناس وبتاكل كبده من وراهم. عمري ما هو التقييمات دي يبقى انت بتدفع، الناس مش هتصدقك. لا انا قلت انا بقيم حر. على جهلي زي انت حر. الطفل بيدوقوا، عارف الطفل بيدوقوا ليمونه على ليمونة الانستجرام ويجزع منها كده. إيه، ده انا بالظبط. فانا الحلو قلت حلو، وحش وهقول وحش. تمام. وهنا نذهب للسجق، قصدي السجق اهو سجق سجوني. ايوه سجوني. سجقك ما عجبنيش. 1 2 3 0 0 يلا 0 وحش قوي. خلصته انا خلصته أنا بس خلصت. وحش قوي. وحش. انت خلاص. انت قلت تمام جدا وعجبني. لا مش سجوني، لا ما ده عجبنيش. كان بتاع السجوني اللي انت خلصته كله، قلته انا كلهم خلصتهم كلهم ما عدا واحد. ما عدا جوع. واحد. خلص جوع، ملوش علاقه بالتقييمات. بقول لك ايه؟ او حلو ووحش. واحد ايوه يلا. عشان في 0 في 0 بس يعني جاي له. ايوه معلش، في العيش، العيش باين قوي. بتتدخل في الطبيخ ستات، بقى. 2 ستات أيوة. بيفهموا في الاكل وبيطبخوا، ايوه فانت متدخل معاهم. مين اللي يعني بيطبخ مين؟ احنا الاثنين. احنا الاثنين. ونذهب الى عم رزق. عم رزق بتاع أيوة. البنيله قصدك عشان إيه؟ مره زعق. قصدك ايه؟ انا كلامي مع طنط. مالها طن؟ طنط بتتفرج على الحلقه دلوقتي، بيقولوا هم الاثنين طباخين شاطرين. لا، كلامي بنطبخ. معاكي. احنا قلنا بنطبخ، ما قلناش طباخين شاطرين. انا بطبخ شفت؟ برضه. ما هو الطبيخ نفس يا محمد. عم رزق. انا مش هتكلم، انا هسيبكم مع بعض. عم رزق. عم رزق كان حاجه غريبه جدا. وهنا نذهب للكبده بتاعت عم رزق. 1 2 3 تمانية. 7. كويس، انتوا 8 حلو. انا من جهلي اديتها 7. بس سجقه بقى محتاجين نتكلم عنه شويه. وهنا لنا وقفه. فنديله تقييم. أيوة. اوكي. 1 2 عامله كده ليه؟ متحفزه. 1 2 3 0 يلا. ده بشاعة. 0 مش طبيعي يعني. 0 والله العظيم. يعني والله انا هسيبهم عليه. انا سالب 0. يعني انت متخيل سالب انا 0 يعني 0 برضه. عارفه لو سالب 1 تفرق، لكن انا مش 0، انا سالب 5 اصفار. أيوة. هو 0 برضه. انا سالب 1 سالب 300. يعني الله. انا اي حاجه بالسالب معاك. هو بصراحه هو مش طعم سجق. هو العيش بتاعه حلو جدا، هو مش طعم سجق بصراحه. هو العيش تمام، بس اكيد ده احنا عايزين اللي جوه برضه، احنا عايزين بروتين. الحشوات يعني. فيها حاجه. فيها عز. المنوفي باكينج وحش، جاي متاخر موت. سعره افريج، ما جابش الاوردر اللي على مزاجنا. نبدا بتقييم الكبده من عز. 1 2 3 9. انا هديله ال10 كامله. انا هديله 10 كامله. هو الكبده اقل في الساندوتش من سندوتشات تانية. في بقدونس اكتر والفلفل الكبده بيتحط فيها فلفل مش بقدونس. كده جه كلامك لمين؟ العز المنوفي. اوكي. الكبده بيتحط فلفل. هنا السجق بتاع عز بقى، انا هقيم تجربه السجق، مش هقيم واحده واحده. مش قادره. المفروم عدى معانا على ان اللي جاي كان احلى. انا عجبني المفروم جدا، قلت هو ده بجد؟ بتاعنا. ده انا ما عجبنيش ولا واحد. هو عادي يا سلمى. المفروم هو اول واحد. انا بالنسبه لي كان عادي. ليه؟ لان طعم السجق كان فيه نورمال. لكن اللي هو التركي اللي هو بالنسبه لي كان هوت دوج اصلا. هوت دوج. لا هو مش تركي. ما شوف لا هو ده تركي يا ده سارة. لا يا جماعه، ده مش تركي، ده هوت دوج. يسمى تركي. يسمى، لكن لا، في ناس بتجيب سجق تركي. ده هوت دوج الله متقطع. اعلم، بس ده مش كده اكيد. لا وبعدين عارف هتعرف منين؟ الطعم. عارف تعرفه منين؟ لا مش من الطعم، هو الطعم باين انه هوت دوج. لا انه رفيعه. لو هو السجق التركي هيبقى أكبر. فاهم؟ فهتبقى شبه السلايز، هتبقى شبه البيبروني بس ايه، بس بالطول. مسحوبه. تجربه السجق على فكره عز المنوفي العربيه اللي عند مسرح نجم اللي في الدقي فشيخه. لا بلا جدال. لا تقارن. ده المطعم اللي في جامعه الدول اللي المفروض هو تجربه السجق بالدليفري ده من عز المنوفي ده. 1 2 3 سالب 2. صف. وهنا لنا سالب 2. كانت مستنيه الحلقه نشتغل فيها اعصابها باظت. انا كنت عماله بتحايل على محمد عشان نعمل الحلقه دي. ده حقيقه. كسفتوني. معلش المحلات كسفتني. لا في حاجات حلوه عجبتك، وديتي حاجات 9 و10 وقعدتي تعملي كده وفراشات بس كتير يعني منطقي ان انا اكل كبده من حته وسجق من حته. ما انا عايزه كبده وسجق من نفس المكان. ما دي الاكله معروفه كبده وسجق. حلو. هو ده السؤال الاخير. ايه المطعم في ال5 دول بما ان دول اللي حوالينا، لو هتجيبي كبده وسجق تجيبي منه اقرب واحد؟ ولا واحد. اكيد في واحد. مفيش. في حد عندك بالنسبه لك هتجيبي منهم الاثنين الاثنين مع بعض؟ لا
مفيش الا لو طلبت عز المنوفي من العربيه عز المنوفي. رايحه العربيه نفسها. انا رايحه العربيه. لا قصدي لو انت قاعدين هنا وهنطلب دليفري كبده وسجق دلوقتي هنجيب ايه؟ هطلب كبده. السجق كبدة. حلو في حته والكبده حلوه في حته. هتطلب كبده بقى. انا بالنسبه لي في عز المنوفي اول سجق اكلته انا ممكن اديله عادي 7 و8 ومش فارق معايا، لكن السجق اللي جه بعد كده الاتنين مختلف اللي ده بعديهم. لا. ما التجربه ما كانتش والى أحسن حاجة. هنا الى هنا والى هنا تنتهي الصدمه. لكن انا عجبتني الحلقه لان فيها ميكسات كتير. حلقه طويله طبعا، حلقه طويله وزي ما انتوا طلبتوا. انتوا طلبتوا الحلقه طويله. طلبتوها وقلتوها. اكلنا عدد معقول من السندوتشات. أيوة. كبده والسجق. أيوة. البيت ريحته كبده وسجق. ده فانا حقيقة. هنزل ابات عند عمر يومين. اشكركم شكرا جزيلا. الحلقه تكون عجبتكم يا جماعه. لايكاتكم لذيذه. شكرا يا سلمى، نورتينا وشرفتينا في هذه الحلقه. ربنا بس تكون ضيفه خفيفه عليكم يا جماعه. ضيفه خفيفه على سيجوني وعز المنوفي. ايوه وهتتكرر كتير ان شاء الله. إن شاء الله باذن الله. ليلتكم زي العسل. نشوفكم في حلقه جديده. مستنيين تقييماتكم في اخر الحلقه دي. لو وصلت لاخر الحلقه يبقى اصلا جامد. النقطه دي يبقى جامد قوي 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 اللي يوصل هنا بصراحه. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله يا شباب. باي باي, باي باي.